السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مبروك لكل الموريتانيين وهارد لك لفريق صيفي وهارد لك للشعب الجزائري والجمهور الجزائري. نذكركم مشاهدينا بنتيجة المباراتان. طبعا موريتانيا تتفوق على الجزائر بهدف دون مقابل وتتأهل تأهل تاريخي إلى الدور القادم. أنغولا تواصل التألق وتتصدر قمة المجموعة بالفوز على بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل. ترتيب هذه المجموعة مشاهدينا بعد هذه الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات: أنغولا في الصدارة ب7 نقاط، بوركينا فاسو 4 نقاط، وموريتانيا 3 نقاط وتتأهل إلى الدور القادم، ومنتخب الجزائر بنقطتين ويودع البطولة في النسخة أو للمرة الثانية على التوالي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. مرة أخرى نبارك للمنتخب الموريتاني هذا التأهل التاريخي، وهارد لك لمنتخب الجزائر طبعا هذا الخروج وهذا الإقصاء من البطولة بعد طبعا أو للمرة الثانية على التوالي بعد الإقصاء أيضا، والخروج من الدور الأول والآخر لدور ال16. نعود للحديث عن المنتخب الجزائري بطل هذه البطولة مرتين، في عام 90 عندما نظمها في ملعبه، وفي عام 2019 عندما نظمت في القاهرة في مصر، وبنفس الجيل هذا الجيل الذي حقق البطولة في عام 2019 بقيادة جمال بن ماضي. طبعا مرة أخرى نقول هارد لك للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري، لكن أذهب إلى رفيق صيفي أحد نجوم الكرة الجزائرية التاريخيين ونقول لك أولا هارد لك رفيق. السؤال المهم: هل آن أوان وحان أوان التغيير في المنتخب الجزائري أم ما زال؟ أول شيء مبروك للمنتخب الموريتاني والعلوي. في نفس الوقت لا أتفق معه عندما يقول لك الجزائر أدى بطولة جيدة، بالعكس. المجاملة في كرة القدم ليس بالشيء الجميل، وجامل بقول الحقيقة، وجامل عندما تأدي عليك فوق أرضية الميدان وتخسر. في كرة القدم فيه دائما فائز وخاسر. وجاملك أو أمدحك عندما تقوم بالمعجزات. صحيح الحين ممكن الجيل هذا ممكن راح يكون في المستقبل جيل آخر، لأن لو حسبت تقريبا عدد اللاعبين الموجودين اللي كانوا في 2019 وفي بطولة اليوم في 2024 تقريبا أكثر من 10 لاعبين كانوا موجودين في 2019. عملية التجديد كانت ببعض العناصر اللي كان الشعب كله يطالب بهم، يعني دائما في إدخالهم أو إعطائهم فرصة كأساسيين، ولهذا شفنا يعني اليوم النتيجة، شفنا أداء كل اللاعبين الجدد أو اللاعبين الشبان أو اللاعبين اللي عندهم كاريزما، اللي عندهم يعني كوادر الفريق. كرة القدم تختلف، كرة القدم جماعية ليس بالفرديات. احنا عندنا فريق صحيح يمتلك فرديات، يمتلك أسماء، ولكن لا يمتلك لعب جماعي، وهذه اللي أثرت علينا في إفريقيا. يعني لا يمتلك لعب جماعي، تقصد يعني لابد من تغيير المدرب او المدرب صاحب الخبرات، مدرب حقق البطوله من قبل، فماذا حدث؟ يعني هذا الامر هو علامه استفهام. اللعب الجماعي عندما اقول لك لعب الجماعي ولعب تقصير تدريبي، لا اقصد المدرب. اللعب الجماعي لانه نفس الفريق تقريبا كان موجود في 2019 وحقق البطوله بجداره. يعني عندنا فريق يلعب على التحولات، فريق يلعب على المرتدات، على الهجمات السريعه، فريق يعرف يدافع. عندما تلعب بكتله، عندما نتكلم على الفرديات وعلى اللعب الجماعي، اللعب الجماعي الهجومي والدفاعي، لان اليوم منظوم اذا في خلل تكتيكي. سبب من الاسباب اللي خلتنا اليوم نخرج من هذه البطوله هي دفاعنا. المنظومه الدفاعيه سيئه. منذ بدايه البطوله نصنع دائما فرص ولا نسجل كثير، لأن في كل مباراة في نصف ساعة من اللعب، أول مباراة ثاني أمام أنغولا أمام بوركينا فاسو، في مباراة اليوم في نصف ساعة الأولى نصنع الفرص ولكن لا نسجل. زيادة عن هذا دائما نتقبل أهداف، سجلنا 3 أهداف تقبلنا 4. في 2019 قوتنا، سجلنا 6 أهداف في دور المجموعات تقبلنا 0 هدف. بطولة كاملة تقبلنا هدفين، سجلنا 13 هدف. يعني عندما تكون المنظومة الدفاعية أقوى وصلبة والكل يدافع والكل يهاجم، التغييرات من مباراة إلى أخرى صحيح، التغييرات من مباراة إلى أخرى دائما كانت تعطي الإجابة. في المباراة الأولى لم تعطي الإضافة، المباراة الثانية أعطينا نصف ساعة أخير في منتهى الروعة، في مستوى عالي، صناعة الفرص، رجعنا في النتيجة وكنا حتى قادرين نفوز. مباراة اليوم نفس الشيء، في 20 دقيقة الأخيرة نفس الشيء حاولنا، ولكن مباراة اليوم تختلف عن المباراة الأولى والثانية. المباراة الثانية والمباراة الأولى تحسن، كان فيه لعب، كان فيه طريقة لعب، كانت فيه هوية فريق. مباراة اليوم في النصف ساعة الأخيرة كان لعب عشوائي، صح كانت فيه تغييرات، ممكن أنا بالنسبة لي والناس ما يطلعش ما يخرجش،
والناس ممكن يبقى ممكن تدخل محرز كصانع العاب، ولكن والناس خطوره افضل لاعب في التشكيله كان ادم والناس. يعني خطا تبديل كذا انا جايك تدريجيا، انت كل حاجه توقف لي على وفق خطا تدريبي، خطا مدرب، خطا مدربين. لا هي اسباب كلها، ليس الا المدرب ولا لا، كل منظومه كامله بالمدرب باللاعبين، لان هذا المدرب وهذول اللاعبين تقريبا نصف اللاعبين هم اعطونا يعني فازوا بالبطوله 2019، فازوا بالبطوله واعطوا يعني البسمه لكل الجزائريين. ليس من العيب ان يعني تحضر للمستقبل، ليس من العيب ان تبني على اخطائك. صحيح اخفقنا في الدوره السابقه واخفقنا في هذه الدوره، ولكن لازم نستخلص الدروس، يعني نستخلص الدروس ونبني على اخطائي لكي نتقدم. ولهذا ليس عيب الانتقاد، الانتقاد البناء لصالح بلدنا ليس من العيب. صح، كلام مظبوط من رفيق صيفي. الانتقاد البناء شيء جيد، ولتصحيح الأخطاء في القادم بمشيئة الله للمنتخب الجزائري. نتحول مشاهدينا إلى ملعب المباراة، وطبعا نستمع لمدرب منتخب موريتانيا المدرب طبعا أمير عبدو، ماذا قال بعد هذا الفوز والتأهل التاريخي.